قضية النهاردة حصلت في الولايات المتحدة، وبالتحديد في ولاية كاليفورنيا سنة 2020. في ليلة من ليالي الصيف سنة 2020 الشرطة في ولاية كاليفورنيا استقبلت بلاغ غريب من أحد الفلاحين بيقول فيه إنه لقى جثة بنت صغيرة جوه اسطبل مهجور على أطراف منطقة زراعية. البلاغ جه من منطقة نائية جدا، بعيد عن المدينة وبعيد عن أي منطقة سكنية، وكان واضح من البداية إن الجريمة دي مختلفة عن أي جريمة تانية. رجال الأمن لما وصلوا مكان الحادث لقوا المشهد مرعب بكل المقاييس. بنت صغيرة عارية تماما، متعلقة من رقبتها في عمود خشبي، شعرها محلوق بالكامل وجسمها عليه آثار تعذيب سادي ومرعب. الضحية اسمها روجينا كاي. روجينا كاي بنت عندها 14 سنة، مراهقة في سن الظهور. حياتها كانت أبعد ما يكون عن الطفولة الطبيعية. أهلها منفصلين، أختها الكبيرة انتحرت، وأخوها الصغير دايما متورط مع الشرطة. أسرة مفككة وطفلة ضايعة وسط كل ده. روجينا في الوقت ده كانت داخلة في علاقة مع شاب اسمه تايلر. تايلر عنده 18 سنة برضه، من بيئة صعبة. الاتنين حسوا إن مفيش لهم مكان في وسط الحياة دي، فقرروا يهربوا سوا للمكسيك عشان يشتغلوا ويتجوزوا بعيد عن أي حد. بس المشكلة إن مفيش معاهم فلوس ولا وسيلة سفر، فوقفوا على طريق سريع بيحاولوا يركبوا مع أي حد ينقلهم. وللأسف ركبوا مع الشخص الغلط، سائق شاحنة اسمه روبرت روديجر. ظاهرا راجل طبيعي، لكن في الحقيقة سفاح متخفف زي سواق بسيط. بعد ما ركبوا معاه مشي بيهم مسافة طويلة وفجأة وقف في حتة منعزلة. أول ما وقفوا هجم على تايلر وقتله في وقتها، وبعدها ضرب روجينا وفقدت الوعي. ولما فاقت كانت مربوطة من ايدها ورجلها، متعلقة في عمود جوه اسطبل خيول مهجور، ومش لابسة حاجة تماما، وشعرها كله متشال. كل اللي قدرت تعمله انها تصرخ وتعيط، لكن الوحش اللي اسمه روبرت لف سلك حوالين رقبتها ورفعها في الهواء لحد ما روحها طلعت. الشرطة بدأت تحقق بسرعة، لكن القاتل حاول يهرب، ولولا غلطة واحدة كان ممكن يعدي ويفلت. لما الصحف نشرت صورته حصلت المفاجأة. عدد كبير من الستات طلعوا يتكلموا ويقولوا انهم اتعرضوا لحوادث شبه دي، وكان روبرت هو الجاني. واحدة فيهم قالت انه عرض عليها يوصلها، وبعدها احتجزها واعتدى عليها بوحشية، بس قدرت تهرب منه. التانية انقذها ضابط شرطة كان ماشي في الطريق وشاف الشاحنة واقفة بشكل مريب، فلما راح يبص جوه الشاحنة لقى بنت مربوطة وانقذها. روبرت اتقبض عليه واتعرض للمحاكمة في أكتر من قضية، وأخد 3 أحكام مؤبد بدل الإعدام عشان صفقة عملها مع النيابة. دلوقتي هو قاعد في زنزانته بعيد عن أي ضحية جديدة، لكن الجرائم اللي عملها والوجع اللي سببه لسه سايب أثر في ناس كتير. وقصة روجينا كاي بقت واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في تاريخ الطريق السريع في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي بدأت بجثة بنت صغيرة في اسطبل، لكن كشفت عن سفاح عاش وسط الناس سنين من غير ما حد ياخد باله. لو وصلت للنهاية اعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وهسيب المصادر بتاعت القضية في الديسكريبشن تحت، تقدر تراجعها بنفسك.